توزع الكرد في دمشق. طبعا أنا أقصد دمشق، أقول دمشق وريف دمشق، توزعهم. طبعا يعني أكبر توزع لهم هو يعني حاليا موجود هي بمنطقة حي الأكراد اللي تم تغيير اسمه لحي ركن الدين. يعني بالفترة الناصرية لمسألة حل الشعب الكردي يعني وإنهاء وجوده كشعب يعني كشعب كقومية موجودة بدمشق. لكن يوجد أحياء أخرى أيضا بمدينة، عم بحكي عن المدينة هلا مو الريف. بالمدينة يوجد أحياء أخرى أيضا مثل حي سوق ساروجا اللي معظم سكانهم من الكرد، ليسوا كلهم كرد لكن معظمهم أساسا من الكرد. ومن أسسه هو بهذيك الفترة العثمانية. ومن أكبر وأهم العائلات الكردية الموجودة بهذا الحي عائلة وزير الحربية السوري يوسف العظمي. وعندنا كمان يعني عائلة كبيرة جدا، عائلة بيت إيبش، حسن بيك إيبش وعائلته، يعني هدول معروفين. بيتهم حتى الآن موجود بمنطقة سوق ساروجا اللي تحول إلى النادي العمالي. وهذا اللي كان هو معروف عنه، كان صياد، وكان يعني هو كمان صهره لباشا اليوسف، يعني باشا الحج كان. وهو كان لديه يمتلك كمان قرى في منطقة الغوطة، يعني ملاك أراضي قرى كاملة. وكان طبعا هدول يعني هي مناطق هي. وطبعا في بيت الطباع وبيت السيروان، يعني عائلات معروفين. هدول يعني عائلات كردية كانت موجودة يعني بهذيك المنطقة. هدول كلهم ساكنين منطقة سوق ساروجا، وكلاتهم ببيت الخياط وبيت الحداد السنكار يعني موجود يعني. وفي عنا كمان عائلات بيقول لك بيت الاسطواني، هي اساس الكنيه ليست اسطواني، اوستا بالتركي يعني معلم، واني الاسطى اللي من وان جاي، من منطقه وان. او عندنا كثير يعني عائلات بترجع للاسم تبعها، بتعرف انه هي اساسا مو من المنطقه، جايه من جغرافيا كردستان، يعني مثل ما حكيت لك. او يعني تسمى الاسم وفق الجغرافيا. يعني بنقول مثلا عندنا بيت المارديني، يعني دول جايين كرد جاي من ماردين. وإن اذا بتسالهم على العشائر تبعهم بيعرفوا. قلت له انت مارديني شو عشيرتك؟ بيقول لك انا عشيرتي مشكيني، يعني بيعرف عشيرته كمان، لكن اسمه يعني مارديني. طبعا هذا الجيل الجديد بجوز ما يعرف، بس القدامى كلهم بيعرفوا. بيت الأورفلي مثلا من منطقة أورفا، بيت مر عشلي، يعني عائلات مرتبطة بالجغرافيا. بيت ديار بكرلي، آه، بيت عنتابلي، بده كلهم. بيت معدنلي، يعني في كتير ناس ما بيعرفوا انه من معدن انه جايين. يعني الناس ما بيعرفوا انه شو معدنلي، شو العلاقه من مد، يعني منطقه اسمها معدن موجوده ومعروفه المنطقه، يعني على اسم يا جغرافيا يا كنيه عشيره يا بتكون مهنه. وهدول الكرد الموجودين. طبعا سوق ساروجا مثل ما حكيت، وحي الاكراد هدول شيء اساسي، وزقاق القيمريه هذا كمان يعني مكتوب يعني حتى عليه. إضافة لتوزع الكرد بكل الأحياء القديمة خارج السور، مثل منطقة الشاغور، يعني بتدخل على باب الشاغور كاتبين يعني من أنشأه الأمير الأيوبي كذا وكذا، من الفترة الأيوبية موجود بمنطقة الشاغور. من ضمنهم الممثل هذا السوري سامر المصري، هو اسمه سامر المصري لكن من أصول كردية. بيت المصلي كمان، وفاء المصلي كمان هي من أصول كردية. كتير يعني عائلات. وفي طبعا عائلات تركية كمان، مثل أمل عرفة كمان هي من الشاغور، هي من عائلات تركية قديمة يعني. هدول سكنوا بهالمناطق. في مناطق أخرى يعني بريف دمشق سكنوا كمان الكرد بمنطقة دمر ومنطقة الهامة. هدول كمان في عائلات كبيرة مثل عائلة بيت كلش كمان موجودين. يعني هدول الأسامي والأسامي كردية وبيعرفوا حالهم كرد. وطبعا بعدين بالفترة القريبة، يعني بعد ما صار ضغوطات، يعني بعد ما صار الحزام العربي بمنطقة الجزيرة، والضغوطات اللي تمت على شعبنا الكردي في روج آفا، ونتيجة الضغط الاقتصادي قسم كبير من الكرد يعني دخلوا إلى داخل السوري يعملوا بالمدن، وعمروا بالحي عنا بدمشق، يعني بمنطقة سموها زور آفا، هي يعني التي تعمرت، يعني عمرت بالقوة. هي نفسها بسموها وادي المشاريع، يعني هي بعد ما تعمر قصر الشعب بدمشق، على أطراف قصر الشعب هي المنطقة اللي بنيت هي بالقوة وسكنوا البيوت فيها. وطبعا في قسم منهم كمان يعني إلى جانبهم كمان في قسم العلويين يعني. وطبعا كل الناس اللي سكنت اللي هن كان عليهم ضغوط اقتصادية بالأساس، يلي إجوا من الجزيرة وما عندهم أعمال يجوا يشتغلوا يعني بالدهان او يشتغلوا بالعمار، يعني لانه ما معهم اغلبهم ما معهم جنسيه، مسحوبه الجنسيه السوريه منهم، ما بيحسنوا يتوظفوا وظائف راقيه. حتى في منهم متعلمين ودارسين جامعات لكن كانوا يعملوا يعني بوظائف دونيه اقل بكثير من القدره تبعهم العلميه، فقط ليحافظوا على حياتهم.
وطبعا في كمان بمنطقة النشابية كمان في كرد يعني موجودين، يعني مثلا محمد كرد علي هذا هو من مناطق الغوطة الشرقية، يعني كمان من هذيك المناطق تقريبا، من المليحة هو يعني جنب النشابية قريب عليها. إضافة وحتى تفضل تفضل. وحتى بدوما وحتى بحرستا كمان في أحياء كاملة، أحياء كردية، لكن هدول أصولهم كلاتهم من حي الأكراد بالأساس نتيجة مشاكل لها علاقة بالسأر. يعني بيكون في حادثة قتل أو شيء بيتركوا المنطقة بينتقلوا لمنطقة تانية. مثلا بحرستا في 3 عائلات كردية أساسية كانوا بيملكوا نصف حرستا: عائلة بيت الآغا، وعائلة بيت كدرو، وعائلة بيت ديبو. عائلة ديبو كنيتون، هدول 3 عائلات هن كانوا يملكوا نصف حرستا، ملك يعني لهم. وهدول عائلات كردية وبيفتخروا بكرديتهم، بيتمسكوا فيها حتى الآن. بدوما أيضا هناك عائلات كردية كمان سكنت دوما من فترات طويلة، وأهل دوما بيعرفون، يعني بيمدحوا فيهم بشكل كبير، لأنه دائما هم يعني شو بيسموا، يعني صادقين، فيهم صفات الكردي الحقيقية. بيدافعوا عن كرديتهم، بيدافعوا عن المظلوم، دائما بيدافعوا ضد الظلم. معروفين خاصة في عائلتين يعني أساسيات أنا بعرف منهم: بيت مارديني مثلا كان في بمنطقة دوما، وغيرهم كمان عائلات. نعم تفضل. طبعا. مجرد تصحيح لمعلومة، أوستا كلمة كردية خالصة. أستاذ هي نفسها أستاذ في اللغة البهلوية الكردية من العهد الساساني. أستاذ تعني الخبير، خبير. أوستا نحن الآن في مناطقنا الكردية المتكلمون بالكردية، أوستا نخصصها لمن يعمر البيوت، أي المعلم، مم. معلم بناء. انت منيح، انا اعطتني معلومه يعني انا فعلا حلوه المعلومه. انا بعرف انه كلمه استاذ هي كلمه كرديه، طبعا بالفارسيه بيستخدموها من الفتره البهلويه، بس انت ربطت لي إياها كلمه استاذ باوستا من هون، يعني نفس الكلمه جايه من المصدر واحد يعني. المصريون أخذوها من الأيوبيين، أوستا نعم نعم أي الخبير. طبعا ريحان أيضا فيها كرد كثر. نعم. زرتها مرة، أحد أقاربي كان يسكن هناك، قال معظم هذه المدينة أصولهم كرد. أيضا هنالك تل الكردي ما بين عدرا ودوما. أيضا أحب أن تذكر لنا فقط أسماء الأحياء التي لها اسم كردي، كما قلت سرغايا، قاسيون، من كاشيون. طبعا انا حكيت يعني مثل قاسيون وكاشيون يعني اساس الاسم، وما عندنا مثلا سرقايا مثل ما حكيت سرقويا راس الدغل. عندنا بلودان يعني معناتها المكان المرتفع بلودان. عندنا سيبداني الزبداني، السيبداني يعني مكان التفاح. عندنا حوران كمان نفس القصة. عندنا جولان. هاي الأسامي القديمة من أيام الخوري. لكن الأسامي الحديثة مثلا بدمشق بحي الأكراد عندنا المقسم الحي يعني تاخا كردال احنا بنسميه. هذا شارع طويل بيبدأ من منطقة الزينبية على الأقل حتى ينتهي لمنطقة جبل جامع كان قديم، جامع قديم اسمه جامع الخليل، إبراهيم الخليل. هلا حاليا يعني صارت منطقة برزة صارت، لكن هاي المنطقة كان اسمها حي الأكراد. وهذا الحي في له حارات صغيرة، يعني كل حارة باسم العشيرة. يعني اللي احنا عندنا مثلا في عندنا زقاق اسمه بسموه زقاق هنين، زقاق عرفات هذا بساحة شمدين. بعد منه بيجينا زقاق المتيني، يعني يعني هذا الحارة، يعني هذا الزقاق كله يسكنه كانت عائلة متيني. بعدين بيجينا زقاق ثاني زقاق كردان، يعني كمان هدول أو النوالي بيسموه، كمان بيسكنوا كمان الكرد اللي يعملون بمهنة النسيج. عندنا بعد منا حي يعني زقاق الكيكية. بعدين عندنا وانلي أول، وانلي تاني. عندنا زقاق الرشي، يعني الأسامي الزقاق باسم العشيرة، وهذا ما زال حتى الآن. يعني لكن الدولة حاولت تغير الأسامي، لكن أبناء الحي دائما يعني بيستخدموا الأسامي القديمة. احنا لا نستخدم الأسامي الحديثة أبدا. يعني دائما وين رايح؟ والله رايح على حارة المتينية، رايح على حارة الوانلي أول، رايح على حارة الكيكية. يعني حتى الآن نسمي بهالأسامي. عندنا في يعني زقاق اسمه زقاق آدم بيسموه. هذا نسبة يعني الدليل إنه الكرد قديش بيحترموا الأساتذة. في مدرس كان مدرس يعني من الحي قدامى من جيل والدي، كان يعني محبوب كثير عنا بالحي. واحتراما لهذا المعلم سموا محاد الأزقة باسمه،
زقاق آدم، وآدم ميقري هو أستاذ آدم ميقري توفاه الله يعني من تقريبا من فترة قريبة مو كتير بعيدة، يعني من شي 7 8 سنين تقريبا أو أكثر. هي يعني الحارة تبعنا بهذا الشكل.